بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا نعمل لايك للفيديو واعمل اشتراك في القناة عشان نقدر نعمل لكم فيديوهات جديدة ان شاء الله. كلامنا النهاردة عن 5 جنيه بنك الاهلي المصري. 5 جنيه البنك الاهلي المصري اهي. 5 جنيه البنك الاهلي المصري اهي زي ما انت شايف كده. الشهيرة ب5 جنيه توت عنخ امون اهي. وده الظهر بتاعها، ده الظهر بتاعها اهو زي ما انت شايف. دي اسمها 5 جنيه البنك الأهلي المصري. 5 جنيه توت عنخ آمون إصدار البنك الأهلي المصري. في قدامك 3 نسخ، 3 ورقات، ادي واحدة 2 وادي التالتة. طيب دي حالة، الورقة دي حالتها عالية شوية، هي مش أنصر لكن حالة حلوة، حالة كويسة اهي. دي حالتها كويسة اهي، حالتها كويسة لكن هي مش أنصر، بس حالة حلوة، حالة حلوة. دي حالتها تعبانة. ليه؟ هقطع اهو وعليها كتابة، عليها كتابة اهي، كتابة اهي وفيها قطع، وده قطع تاني. هنا النسخة التالتة اهي برضو اهي فيها قطع اهي برضو. هقول لك على كل حاجة وسعرها دلوقتي اهي. دي عشان حالتها جديدة شوية فدي سعرها 150 جنيه. ليه؟ ليه سعرها 150 جنيه؟ عشان حالتها حلوة شوية، حالتها جديدة شوية. أما اللي فيها قطع دي مش شخبط عليه مكتوب عليها ايه هتعمل 70 جنيه. ليه 70 جنيه؟ عشان الكتابة اللي فيها دي، الكتابة اللي فيها دي تنزل من سعرها على طول. أي حاجة، أي عملة مكتوب عليها أو مش شخبط عليها تنزل بسعرها في الأرض. الكتابة دي كتابة على الفلوس بتدمر الورقة، أي كتابة على العملة بتدمر من سعرها أيا كانت بقى. أي عملة جنيه 2 10 100 عليها كتابة سعرها ينزل الأرض، معروفة. فقطع سعرها ينزل الأرض، مش شخبط عليها سعرها ينزل الأرض. لكن طول ما الورقة كويسة وفي الحالة اللي انت شايفها دي، ده طبعا يعلي من سعرها، ده يعلي من سعرها لأن الورقة حالتها نظيفة اهي ومعلهاش القطع، مفيهاش القطع ولا فيها ولا عليها الكتابة ولا مش شخبط عليها ولا أي حاجة، فده طبعا يعلي من سعرها. فهنقول على سعر دول، قلنا سعر دي 150 جنيه، سعر دي 70 جنيه، سعر دي عشان حالتها حلوة شوية بس فيها قطع ايه هتعمل 185 جنيه، تعمل 85 جنيه. ليه؟ عشان الحالة القطع اللي فيها دي. لو بصيت لي دي مفيهاش أي قطع اهي ولا عليها أي كتابة فتعمل 150 جنيه. طبعا دي مش حالة أنصر، دي حالة عادية. الحالة الأنصر فيها اللي هي الزيرو تعمل 250 جنيه، حالة الزيرو فيها تعمل 250 جنيه. أما الحالة اللي قدامك دي 150 جنيه، الحالة الزيرو منها تعمل 200 جنيه، 250 جنيه. ولو رقم مميز بقى تعدي 300 وتجيب 400 كمان، كل حاجة على حسب حالتها وعلى حسب الرقم اللي فيه. الورق هنا بيتحسب على حسب الحالة، الورق بيقيم على حسب كذا حاجة، الحالة، حالة الورقة وشكل الورقة، وبعد كده توقيع المحافظ اللي عليها. لو توقيع قديم، لو توقيع قديم بيعلي من سعرها، رقم مميز يعلي من سعرها،
حالة الورقة نظيفة ده يعلي من سعرها. كل حاجة وليها أسعارها. بنتكلم احنا عن اللي قدامك ده، دي حالتها كويسة اهي وتمام و10/10، فدي تعمل 150 جنيه. الحالة الأنصر منها هتعمل 250 جنيه. رقم مميز بقى والكلام ده كله 300 جنيه، 350 جنيه. أما بقى الحالات التعبانة بقى اللي زي قدامك دي اللي مكتوب عليها دي، خلاص بتنزل من سعرها الأرض 70 جنيه، ما تزيدش عن كده ولا تقل عن ال70. لو متقطعة بقى خالص أو الكتابة بقى شخبط عليها جامد، فدي مش هيبقى لها سعر، ملهاش سعر. طول ما الورقة نظيفة كده قدامك وكويسة، ده طبعا يعلي من سعرها. عليها بقى الكتابة اللي انت شايفها دي، ينزل على طول بالسعر. ده قانون وماشي في سوق العملات. لكن بقى ايه، زي ما قلت لك، حالتها كويسة كده هتعمل 150 جنيه. حالة أنصر بقى زيرو خالص، زيرو خالص بقى دي هتعمل 250 جنيه، 300 جنيه. رقم مميز تخش في 350. كل حالة ولها سعرها، كل حالة ولها سعرها. لكن كلامنا عن ال5 جنيه دي، أماكن البيع والشراء معروفة للجميع. أماكن البيع والشراء معروفة للجميع. جروبات الفيسبوك دي أول حاجة الناس بتبيع عليها العملات بتاعتها. جروبات الفيسبوك دي أكتر حاجة الناس بتبيع عليها العملات بتاعتها. جروبات الفيسبوك دي أشهر حاجة. بعد كده يليها المواقع زي أمازون والسوق المفتوح وعلي بابا وأوليكس والحاجات دي. دي تقدر تبيع برضو من عليها عملتك وتشتري. الناس اللي عاوز تشتري بتشتري من هناك وتبيع من هناك. والأسواق اللي موجودة بقى في المحافظات، عندك في القاهرة مثلا سوق ديانة، اسكندرية في محطة مصر، شارع خالد بن الوليد في اسكندرية، منصورة سوق الشيخ حسنين. أماكن كتير في كل المحافظات موجود الإيه، أماكن البيع والشراء دي في الأسواق. المهم يكون معاك عملة لها قيمة وحاجة نادرة عشان تقدر إيه تستفيد منها وتقدر تبيعها بسعر كويس. متنساش تدعمنا باللايك وتشترك في القناة عشان نقدر نوصل لأكبر عدد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.